لو اتبعتوا النصايح دي هتحافظوا على ابتسامتكم الجميلة وصحة أسنانكم. لو حابين تعرفوا ازاي تحافظوا على ابتسامتكم الجميلة فتابعوني في الفيديو ده. أهلا بيكم، أنا دكتور إيهاب، دكتور أسنان. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي نحافظ على صحة أسناننا عشان تفضل قوية وصحية. أول حاجة لازم على الأقل نغسل أسناننا مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة قبل ما ننام. هنستخدم فرشة ناعمة ومعجون فيه فلورايد، وده مهم جدا عشان نحافظ على أسناننا من التسوس. ما ننساش ننظف لساننا، لأن تراكم الأكل على اللسان ممكن يسبب لنا ريحة وحشة ومشاكل تانية. طبعا تقدروا تستخدموا الجزء الخلفي من فرشة الأسنان، ده بيكون مخصص لتنظيف اللسان. وكمان بنستخدم خيط الأسنان الطبي، وده لازم نستخدمه عشان نشيل بواقي الأكل اللي بتتحشر ما بين الأسنان اللي ما بتقدرش توصل لها الفرشة والمعجون، وده بيقلل تراكم الجير وبيحافظ على صحة اللسان. وكمان ما ننساش استخدام غسول الفم، لأنه بيقلل نسبة الحمض اللي بتتكون على الأسنان، وكمان بيوصل للأماكن اللي ما بيقدرش يوصل لها لا الخيط أو الفرشة، وده بيساعد أكتر على منع التسوس، وكمان بيمنع التهابات اللسان. وكمان في حاجة مهمة، إن احنا نشرب كميات كافية من المية، ودي بتساعد إن البق ينضف من بواقي الأكل وبيحافظ على رطوبة الفم. فعشان كده نحاول نشرب مية بعد كل وجبة، ونحاول كمان نقلل من أكل الأطعمة السكرية والحمضية، لأن السكر بيتحول لحمض في الفم وبيؤدي إلى تآكل طبقة المينا اللي بتحمي السنة. فنحاول نكتر من الأطعمة الصحية زي الخضروات والفاكهة اللي بيكون فيها ألياف. واخيرا ما ننساش نزور دكتور الاسنان مرتين في السنه على الاقل، لان الكشف الدوري بيساعد على اكتشاف مشاكل الاسنان في بدايتها، وده بيخلي مرحله العلاج اسهل واسرع. في النهايه العنايه بالاسنان مش صعبه، بس محتاجه شويه اهتمام. شكرا على المتابعه.